المشكلة الرئيسية في هذه الحركة أنها سوغت رفع السيف في داخل المجتمع الإسلامي وضد المسلمين وسفك دماء المسلمين. هذه المسألة الرئيسية، وهذه مسألة الاشتباك الكبرى التي ثارت بين هذه الحركة وبين جسم العلماء الإسلامي في كافة أنحاء العالم الإسلامي بعد ذلك. قائد ابن عبد الوهاب يؤكد في نصوص كثيرة بأنه لم يكن مبادئا، أنهم قاتلوا من قاتلهم، وأن هذه ليست أي أول دولة في التاريخ الإسلامي تقوم على مبدأ أن التغيير يقوم بالسيف، لأنه في الحقيقة لم تتبلور أشكال أخرى في التاريخ الإسلامي للتغيير غير التغيير بالسيف، وهو أمر يعني ظل ينتظر في الحقيقة الفكر الحديث حتى يطور أدوات أخرى في التغيير غير أدوات السيف. وهذا لا يسمى جهاد. على كل الأحوال لا يسمى جهادا. هذا بغض النظر عن الاتفاق، هذا يسمى تغيير، يسمى جهاد. بغض النظر عن الاتفاق والاختلاف